عمري ما كنت مهتم أوي بكتب النسوية. كنت بفتكرها كلام تقيل مش معمول ليا أساسا، مش من العالم بتاعي. بس وأنا بقلب صفحات كتاب وقفتني جملة خلتني أسأل نفسي قبل ما أسأل غيري. المرأة لا تولد امرأة بل تصبح كذلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كل دور اتفرض على البنت؟ كل كلمة اتقالت لبنت عيب اسكتي، امشي عدل، اتجوزي، خلفي، مش ناتج طبيعة، ده ناتج تربية. ساعتها بدأت أفهم إن سيمون دي بوفوار ما كانتش بس بتتكلم عن الستات، دي كانت بتفكك فكرة الإنسان والحرية والاختيار. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. سيمون دي بوفوار اتولدت سنة 1908 في باريس من عيلة كاثوليكية محافظة. بس البنت دي كان عندها دماغ غير أي حد، ومن صغرها وهي بتسأل ليه في قواعد للستات بس؟ ليه الرجالة حرين واحنا لأ؟ لما كبرت درست فلسفة في السوربون الفرنسي، وكانت ترتيبها التاني على دفعتها. والتاني ده كان مين؟ كان جان بول سارتر، الراجل اللي هي وهو غيروا شكل الفكر الوجودي في فرنسا ويمكن من بعدها في العالم كله. علاقتها بسارتر قصة حب بس مش عادية. يعني ايه؟ يعني سيمون وسارتر كانوا بيحبوا بعض بس عمرهم ما اتجوزوا. حد طبعا هيسألني دلوقتي طيب ليه؟ علشان هي كانت مؤمنة ان الجواز التقليدي بيخنق المرأة، وان الحب الحقيقي مش لازم يبقى في قفص ذهب. علاقتهم كانت حرة جدا، بيحبوا بعض بس كل واحد له مساحته، وده خلاهم يعيشوا حالة فكرية وفلسفية عمرها ما كانت هتحصل لو دخلوا في منظومة تقليدية. كتاب يمكن من أشهر الكتب اللي كتبتها سيمون واتكتب سنة 1949، وهو كتاب الجنس الآخر. الكتاب ده اتمنع في بلاد كتير واتشتم واتهموها إنها بتكره الرجالة، بس الحقيقة هي كانت أول واحدة تقول إن الست مش أقل من الراجل، هي بس اتربت تتعامل على إنها أقل. قالت جملتها الأشهر واللي ابتدت لك بها الحلقة: المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك. يعني من الآخر المجتمع هو اللي بيصنع من البنت الأنثى على مزاجه، ومن أول اللبس للكلام للوظيفة لحتى الطموح. يمكن أفكار دي بوفوار الناس مش قادرة تهضمها كويس. ليه؟ لأنها كانت شايفة إن حرية الإنسان أهم من أي تقاليد وأهم من أي قواعد مجتمعية، وإن الست تقدر تختار مصيرها من غير ما تستأذن من حد. وكانت شايفة إن الأنثى مش لازم تحارب الراجل، لأ، بس لازم تبص لنفسها كإنسانة كاملة، ليها عقل، ليها طموح، وكمان ليها قرار. طيب سيمون دي بوفوار ايه علاقتها بالفلسفة؟ سيمون كانت وجودية. يعني بتقول ان الانسان مش بيتولد وعليه دور، لا، الانسان بيختار بنفسه دوره. ويمكن ده شوية اللي شبه افكار الحلقة بتاعتنا اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن جان بول سارتر. وكمان بالاضافة لكده كانت شايفة دي بوفوار ان ده ينطبق على الست كمان مش الراجل بس. مش معنى انك اتولدتي انثى تبقي مجرد ام او زوجة، لا، من حقك تكوني كاتبة، مفكرة، او حتى فيلسوفة زي حالتها. هل لسيمون دي بوفوار انجازات او ارث؟ سيمون كتبت روايات، مذكرات، كتب فلسفة، ومقالات كمان، واخدت جوائز كتيرة زي جايزة القدس، وكانت أول واحدة تتكلم عن الشيخوخة في كتاب كامل، وبتهيألي ده حاجة مهمة جدا. لكن أهم جايزة هي تأثيرها في ملايين من الستات حول العالم ابتدوا يسألوا نفسهم: أنا ليه بعمل كده؟ ومين اللي قرر إني أعيش بالطريقة دي؟ يمكن سيمون دي بوفوار ما كانتش بس فيلسوفة، كانت صوت، كانت صدمة في مجتمع عايز الستات دايما ساكتين. والنهاردة كل مرة بنت تقرر تشتغل أو ترفض حاجة مش عاجباها في المجتمع، آه، فهي تعتبر بشكل أو بآخر ماشية على نفس طريقة سيمون دي بوفوار. مش مهم تتفق معاها أو تختلف، دي حرية طبعا شخصية، لكن لازم تعترف إنها كانت واحدة من الناس اللي غيروا شكل التاريخ الإنساني.
في نهاية الحلقة أحب أسمع رأيك تحت في الكومنتات، وإيه رأيك في أفكار سيمون دي بوفوار اللي أنا بشوف إن هي كانت أفكار ثورية على المجتمع الفرنسي في وقتها. في نهاية الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.